صباح الخير يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ أول جزء من الكورس التأسيسي في مادة الدراسات الاجتماعية، لكن قبل ما نبدأ عندي سؤال. لو واحد صاحبك قالك بيتي قريب من المدرسة، هل هتعرف تروح له؟ أكيد لأ، لأننا محتاجين نعرف مكان البيت بالظبط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى عندنا 4 اتجاهات، وهما الشمال والجنوب والشرق والغرب. طيب نعرف الشرق منين والغرب منين؟ قال لك إن الشمس بتشرق من الشرق. بتشرق من إيه؟ من الشرق، يعني لما الصبح بيصبح الشمس بتشرق. بتشرق دي يعني إيه؟ بتبقى في الشرق، فبتطلع من الشرق، وبتغرب في آخر النهار من ناحية الغرب، من جهة الغرب. يعني بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب. تمام. يعني لو صاحبك واقف تحت الشمس وقت الشروق، يبقى هو كده واقف في الشرق، إنما لو واقف تحت الشمس وقت الغروب، يبقى هو واقف فين؟ في الغرب. ما دام عرفت أحدد الشرق والغرب، هعرف أحدد الشمال والجنوب. الشمال بيبقى فوق والجنوب بيبقى تحت. ده بالنسبة للاتجاهات الأصلية. إنما الاتجاهات الفرعية، فمثلا صاحبك ممكن ما يبقاش واقف في الشرق، ممكن بيبقى واقف في منتصف الشرق والشمال، أو منتصف الشرق والجنوب. وقتها هنقول إن صاحبك واقف في شمال شرق، أو جنوب شرق، أو جنوب غرب، أو شمال غرب. تمام؟ يبقى أنا عندي نوعين من الاتجاهات: اتجاهات أصلية واتجاهات فرعية. الاتجاهات الأصلية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، إنما الاتجاهات الفرعية هي الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي أو الشمال الغربي أو الجنوب الغربي. طيب بعد كده بندخل على البوصلة. فتخيل إن إحنا موجودين في الصحراء، مفيش ولا شمس ولا مباني. هنعرف الطريق إزاي؟ هنستخدم البوصلة. والبوصلة دي هي أداة بتساعدنا إن إحنا نحدد الاتجاهات بتاعتنا. وجوه البوصلة دي بيبقى فيه إبرة مغناطيسية، والإبرة دي دايما بتشير للشمال لفوق. لما أعرف الشمال هعرف أحدد باقي الاتجاهات بسهولة. طيب ده بالنسبة للبوصلة. مع التطور بقينا مش محتاجين إن إحنا نمسك بوصلة في إيدينا، ممكن نشغل البوصلة على التليفون، لأن أغلب التليفونات دلوقتي بقى فيها بوصلة رقمية. لو طلبت منكم إن أنتوا ترسموا الفصل بتاعكم من فوق، هترسموا السبورة والديسكات والطلاب والمعلم. والرسم ده إحنا بنسميه مخطط. يعني المخطط هو رسم بسيط لمكان صغير، رسم بسيط لمكان صغير بيوضح أماكن الأشياء اللي موجودة في المكان الصغير ده. طيب زي مثلا مخطط للفصل، أو مخطط للمدرسة، أو مثلا مخطط للبيت بتاعي. طيب هل ينفع أقول لك اعمل لي مخطط لمصر؟ هتقول لي لأ طبعًا. طيب لأ ليه؟ لإن أنت يا مستر قُلت إن المخطط ده إحنا بنرسم شيء صغير، إنما مصر دي كبيرة. فإحنا بدل ما بنعمل مخطط بنرسم خريطة. بنرسم إيه؟ خريطة. لإن الخريطة هي رسم مصغّر لسطح الأرض أو جزء منه، بنستخدم فيها الألوان والرموز، زي خريطة مصر أو خريطة أفريقيا. وعشان لكل كتاب ليه عنوان، الخريطة كمان ليها عنوان، وعنوان الخريطة بيقول لنا الخريطة دي هتتكلم عن إيه. زي مثلًا لو مكتوب خريطة محافظات مصر، يبقى الخريطة بتوضح المحافظات بتاعة مصر. ده بالنسبة لعنوان الخريطة. إنما بالنسبة لمفتاح الخريطة، فلما نبص على الخريطة هنلاقي ألوان ورموز كتير. طيب نعرف معناها منين؟ من مفتاح الخريطة، هو اللي بيشرح معنى كل لون وكل رمز موجود على الخريطة ليه. زي مثلا اللون الأزرق، اللون الأزرق ده بيساوي المياه. طيب اللون الأخضر بيساوي الزراعة. طيب يا مستر، قبل اختراع البوصلة والGPS الناس كانوا بيستخدموا أداة إيه علشان يعرفوا الاتجاهات؟ أقول لك الناس كانوا بيستخدموا أداة اسمها الإسترلاب. والإسترلاب دي كانت ببساطة شديدة جدا إن هما كانوا بيبصوا للنجوم، بيحددوا الاتجاهات بتاعتهم والأماكن اللي هما موجودين فيها، ودي كان بيعتمد عليها البحارة في الرحلات بتاعتهم. بالنسبة بقى لنظام تحديد الموقع العالمي اللي هو الGPS، فدلوقتي التكنولوجيا سهلت علينا كل حاجة. فلما بنفتح خرائط جوجل أو بنطلب أوبر، الموبايل بيعرف مكانك باستخدام الGPS.
وده نظام بيعتمد على الأقمار الصناعية علشان بيحدد الموقع والاتجاه. طيب هنيجي مثلا في يوم بنبقى عايزين نصور القرية أو المدينة بتاعتنا، فوقتها بنجيب دراون أو طيارة صغيرة كده، اللي هي الطيارة اللي بتطير بالريموت، بنركب فيها كاميرا، بنخليها تصور القرية أو المدينة بتاعتنا، والصورة اللي بتصورها الطيارة بنسميها صورة جوية. صورة جوية، يبقى الصورة اللي بتصورها الطيارة صورة جوية. احنا صورنا القرية أو المدينة بتاعتنا، عايزين بقى نصور مصر كلها، ولا أقولك عايزين نصور أفريقيا كلها. وقتها هنعمل إيه؟ وقتها هنخلي الفضاء أو الأقمار الصناعية هي اللي هتصور لي، هي اللي هتصور لي إيه؟ المكان اللي أنا عايز أصوره. عشان كده بنستخدم الأقمار الصناعية اللي موجودة في الفضاء، والصور اللي بتصورها الأقمار الصناعية بنسميها صور فضائية. طيب أنا كمؤرخ لما بحب أدرس حدث تاريخي لازم أرجع للمصادر بتاعته. لو المصدر اللي أنا رجعت له ده اتكتب أو اتسجل وقت حدوث الحدث يبقى اسمه مصدر أولي. طيب يعني إيه وقت حدوث الحدث؟ يعني بيبقى شاهد على الحدث بنفسه، زي مثلا صورة أنا صورتها وقت الحادثة، أو خطاب أنا كتبته وقت الحادثة. الخطاب أو الصورة دي بيبقى مصدر أولي، بنطلق عليه مصدر أولي. جيت بعد كذا سنة خدت المصدر الأولي ده وعملت منه كتاب. الكتاب اللي أنا عملته ده هيبقى مصدر ثانوي. هيبقى مصدر إيه؟ ثانوي، لأنه اعتمد على المصدر الأولي. المصدر الأولي اللي حصل وقت الحادثة، إنما المصدر الثانوي ده إحنا كتبناه بعد الحادثة بسنين. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الكورس التأسيسي لمادة الدراسات الاجتماعية. أشوفكم على خير الجزء الثاني. سلام.